فاكرين الفيديو اللي كان حصل ده اللي انا كنت عملته اتكلمت على الجواز، الناس تتجوز ازاي؟ قلت لهم في مليون واحد بيتجوزوا كل سنه، مليون كابل يعني 2 مليون والناس تهاجم اسئله سطحيه وحاجات تعبانه جدا. هدي لك مثال واقعي حقيقي من حياتنا النهارده كنت في مكان حكومي، الامكانيات ومرتبات محدوده جدا جدا. الراجل ده حكى لي قصته. هو لما اتخرج وما عندوش مهارات خاصه ولا غيره، مدرسه حكوميه وجامعه حكوميه وعلى قده جدا، ما عندوش بقى ابداع ولا هو مهندس فيزياء نوويه ولا اي حاجه. قدم في حته حكوميه ما فيش تعيين خالص، عماله مؤقته. يعني ايه عماله مؤقته؟ يعني بياخد اقل كتير كمان من الحاجه الحكوميه اللي هي ولا حاجه، واقعه خالص، ما تحسبولاش بقى سعر الذهب بقى كام وكام ومش عارف ايه. عمل ايه الراجل؟ اشتغل شغلانه ثانيه في مطعم وما استكبرش وكل حاجه، كله تواضع، واشتغل جامد واثبت نفسه بقى من انجح الناس في المطعم ده. بيخلص شغل الساعه 3، يطلع المطعم الساعه 5 ولا حاجه، يشتغل لغايه 1 الصبح وغيره. واتجوز في ظروف ازاي؟ بكلمكم ده مستحيل. فلوس مش الفلوس هي اللي بتجوز الناس على فكره، دي جزء صغير، لكن في 60 حاجه. انا عايز اقول كلنا على كل مستويات، الفقير والغني كله بيفرق معاهم النقود جدا على حتته. والاهالي بتسند بجد، حتى لو البيت قد كده بيخصصوا منه جزء قد كده عشان ابنهم ولا عشان بنتهم، لانهم ولاد حلال. فلو اي حد قال لي اصل الستات بقى وحشين والابهات وحشين والامهات وحشين، هنطبق على ابوك وامك، انا اسف في اللفظ يعني، زي ما اتقال في القران كده، هم كمان نفس القصه، يبقى هم كمان مش كويسين، يبقى هم كمان مش اللي بتعمله في الناس هيتعمل فيك، هي كده. وبعد كده عمل ايه؟ هو بيشتغل في الحتتين دول عشان بجديه وباخلاص جدا في كل حته. نجح في المكانين، فجاله شغل عشان المطعم في مطعم بره مصر، فاشتغل سنه بره. وبعد كده رجع عشان كورونا، مش بس عشان كورونا، ان مديره في الحته اللي كان مؤقت فيها في الحكومه، اللي ما سابهاش ولا تكبر ولا امتعض ولا زعل ولا غيره، كان مطلع على المعاش. فرئيس المكان سال المدير ده مين احسن واحد ياخد مكانك؟ قال له فلان اللي كان مؤقت اللي سافر دلوقتي. ورجع على مدير، وربنا بيكرمه، وهو متجوز ومخلف وماشيه. وعلى فكره مش لازم تتجوز يبقى ده نجاحك، في ناس بتتجوز وبتفشل، مش هو ده. بس عايزك دايما تفكر انا اعمل ايه عشان انجح، وفي الزمن اللي احنا فيه ده، وعشان تفضل نظيف. الدنيا صعبه جدا ومعقده جدا وكل حاجه، وانت هتنجح لو حطيت 150% وبكل قلبك ومفيش اعذار خالص. بالكم نفسكم، ما تكلموش حد غريب، لقيتكم زي الفل ان شاء الله.